لك النهارده لو انت عرفتي ان جوزك بيعمل حاجه غلط ايا كان الغلط ايه، يعني ايا كان الحاجه اللي انت عرفتيها، عايزه اقول لك بقى ما تندفعيش في مواجهتك ليه. يا اني لو انت اندفعتي في مواجهتك هيقول لك حاجتين: يا اما ما عملتش هيكذب، يا اما هيقول لك عملت واخبطي دماغك في الحيط، عملت كده وشوفي انت عايزه ايه. هتضطري يقول لك حاجه من الاتنين دولت، فايا كانت الاتنين مش كويسين، ان يقولك كده او يقولك كده. فاحنا يبقى في حكمة وفي عقل في المواجهة. يعني انا ممكن احسسه من بعيد لبعيد كده، يعني ايا كان بقى الغلط مثلا اللي عمله، غلط مثلا كذا، طول ما انا قاعده مثلا معاه اكلمه في حاجه دينيه تخص الموضوع دوت. يعني انت بقى يعني هاتيها من عندك انت. يعني قصدي اقولك ان انت هاتيله الموضوع من بعيد، ممكن تخليه يتراجع عن اي حاجه بيعملها بكلامك اللي هو مش موجه. انت بتتكلمي بطريقه عامه خالص اكنك معرفتيش حاجه، بس في نفس الوقت هو ممكن يقتنع بيه وما يعملش كده تاني. انما تخشي دب كده على طول تقولي اي كلام تزعقي تعملي، هيقولك والله حاجتين من اللي انا بقولهم لك دولت: يا هيكذب عليكي يا هيقولك شوفي انت عايزه ايه، وبراحتك عملت كده. فاحنا مش عايزين الحاجتين دول، نتصرفوا بحكمة شوية. مع كل واحدة تتصرف مع جوزها بحكمة شوية يا جماعة، مفيش اللي هو الغضب المباشر ده.